ويعدي البوابة. بس بو لما دخل القاعة بتاعة القصر وقع عليه قفص سحري من اللي كان كاميليون بيصنعهم، وبيحاول بو وجين انهم يرفعوا القفص بس ما بيعرفوش، وهو بيدي جين عصاية الحكمة علشان تحاول ترفع بيها القفص، ولكن جين بتطلع خاينة وبتاخد العصاية، وبنكتشف ان جين شغالة مع كاميليون، وكاميليون كانت عايزة العصاية وعملت اللعبة دي كلها بتاعة جين ان هي تروح تسرق القصر عشان تخلي بو يجي معاها. وكاميليون بتحكي له ان هي اللي كانت بتربي جين واخدتها وهي صغيرة، ولما بو بيسألها طب انت خدت العصاية ليه، بتقول له عشان اكون زعيمة الكونغ فو واقدر اسرق ارواح اشرار الكونغ فو من عالم الارواح. وبو بيكسر الارض تحت القصر وبيطلع ده مكان الحراس بتوع القصر، وبيفضل يضرب فيهم لحد لما بيعرف يهرب، وهو بيلاقي جين بعد ما بيخرج جايباله العصاية تاني وجاية عشان تديها له، لكن بيكتشف انها كاميليون وبتضربه وبتوقعه من على سور القصر.